السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. شهدت مدينة بولونيو الإيطالية موجة احتجاجات واسعة عقب وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فاكر البالغ من العمر 42 سنة أثناء توقيفه من قبل عناصر الشرطة في حادثة أثارت جدلا واسعا بعد تداول مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة من عملية التدخل الأمني، وأثارت الواقع حالة من الغضب في صفوف أفراد الجالية المغربية وعدد من النشطاء الحقوقيين الذين نظموا مسيرة سليمة شارك فيها المئات للمطالبة بكشف ملابسات الوفاة وفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه. وتحولت الاحتجاجات لاحقا إلى مواجهات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن الإيطالية التي تدخلت لتفريقهم باستعمال العصا والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، مما أدى إلى أجواء من التوتر في عدد من شوارع المدينة. شكرا لكم على حسن المتابعة.